السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. هنا اول حاجة دي اللي انا وريتها لكم دي صدر فرخة. قلت ندخل يعني على المطبخ ان شاء الله نعمل لهم الغدا الاول. دي صدر فرخة، وكنت عايزة اعمل البتاع دوت البانيه بتاع بره يعني. نسيت ما غلي وكده، وابو ادم بقى يجيبه غالي. رحت فكرت فيها الفكرة دي الصراحة من بدري عايزة اعمله. بس جبت صدر الفرخة كده فرمته الاول، وجبت من عند العطار فيجيتار ب10، والكريسبي دوت اللي هو البقسماط يعني برضو ب10. ففرمته شوية نعمت عشان هو خشن. بس يعني اسمه ايه دوت فيجيتار وكريسبي بس. جبنا صدر الفرخة كده فرمناه الاول، وبعد كده حطينا الفيجيتار، وبعد كده حطيت المرقة دي اللي بنحطها في الاكل يعني. بس يبقى حطينا صدر الفرخة والفيجيتار، ويعني مكعب مرق او المرقة الفورية بتاعت بره، معلقة صغيرة منيها برضه. بس نفرمهم مع بعض كده، ونجيب صباعين فينو يعني. بيكون في يعني في كل البيوت يعني عيش فينو ناشف يعني. فانا عشان العيال وكده فبيكون عندنا على طول يعني. فجبت 2 وحطيتهم في المية زي ما انتم شايفين كده شوية، وبعد كده حطيتهم فيهم برضو، فرمتهم كلهم مع بعض كده. فطبعا هيبقوا ناشفين على الكبة، مش هتفرم كويس. فجبت حوالي نص معلقة يعني، نص كوباية من اللبن او ربع يعني على حسب ما تلف معاك الكبة. بس وتبلته بالفيجيتار زي كده. يعني مش تتبيلة يعني، هو متبل لوحده الفيجيتار بالكريسبي يعني. عملته القطعة اللي انتوا شايفينها دي، ويعني عملته كده على الجناب وكده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس هعمل لهم مكرونه بالصلصه. فعندي انا بواقي صلصه طبعا، فحطيتهم وبعد كده حطيت الحله دي. يعني بواقي الصلصه دي يعني لما بعمل تسبيكه وكده يعني بيتبقى شويات يعني. كان في شويه من ساعه البيتزا، وشويه ساعه مش عارفه عملت ايه برضه. مهم يعني عملتهم على بعض يعني. في الحلة اللي هناك دي حطيت لهم المكرونة وكده تتسلق. بس واليوم خلص. بس حلوة الطريقة دي الصراحة. انا قلت اما اجربها يعني مع نفسي الاول قبل ما اقولها لكم يعني. فصراحة لقيت طعمها زي بتاع بره يعني، فقلت اقول لكم عليها يعني اللي عايز يعمل. يعني اوفر من بره قصدي يعني، والطعم هو على فكرة يعني مش وحش يعني. طبعا انا عملت الفراخ دي من بالليل يعني، عشان حطيتها في الفريزر وكده فمسكت يعني اتجمدت. هقول لكم تاني على طريقة ولا بس كده كفاية؟ يعني كريسبي وفيجيتار ومكعب مرق، بس كده ثواني ماما. والفراخ يضربوا مع بعض كده، وبعد كده يتعملوا بالفيجيتار زي ما انتم شايفين الكريسبي دوت الاصفر. بس طريقة سهلة الصراحة، وجربوها هتعجبكم ان شاء الله. يلا اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.